ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. كان الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن. قلنا الكلام يقع في مقامين: مقام الأول في القاعدة بالنسبة إلى نفس الخلاصة أدلة، المقام الثاني في مقام الخلاصة الاحتمالات مفادل هذه الروايات. وفي هذا المقام أيضا قلنا تارة يبحث في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات، وذكرنا تقريبا وقلنا الظاهر من هذه الروايات أن مفاد هذه الروايات في مقام الإثبات تدل على أنه استحباب نفس الفعل التي ورد الرواية على مع كونها ضعيفة على استحباب شيء، فتدل على استحباب الفعل. هذا أيضا وقلنا يستظهر هذا من ذيل هذه الروايات. جميع هذه الروايات من ذيل هذه الروايات كما استظهر منها السيد الشيخ يعني صاحب الكفاية رحمه الله والمحقق النائینی والمحقق الإصفهاني وغيرهم. خب هذا الذي ذكرناه قلنا هذا الاستظهار قول المشهور، يعني حتى القائلين بالقول الأول فأنه تدل هذه الروايات على حجية خبر الضعيف في المستحبات، يقولون بذلك الثبوت والاستحباب استحباب الفعل. والذين لا يقولون بالقول الأول يقولون بالقول الثاني، أيضا يقولون بخلاصة ثبوت الاستحباب للفعل. وحتى القول الثالث الذين يقولون بأنه استحباب الفعل المقيد بقصد التماس خلاصة ثواب أو قصد طلب قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال الثلاثة كلها تدل، يعني قائلون بأنه الفعل تدل على استحباب الفعل. لكن في مقابل هذه الأقوال القول بأنه هذه الروايات لا تدل على خلاصة استحباب المولوي، وإنما يكون إرشادا لحكم العقل من باب الانقياد، يكون هذا تدل على باب الانقياد، وأنه من باب احتمال خلاصة وجود الأمر بوجود المستحب بهذا العنوان. هذا الذي ذكرناه أنه قول الشيخ رحمه الله وجماعة من الأعلام منهم السيد الأستاذ رحمه الله. ولكن السيد الأستاذ خلاصة يستدل بقول بوجه آخر، وكذلك بعض الأعاظم أيضا يستدلون بوجه آخر غير ما ذكره خلاصة الشيخ رحمه الله شيخ الأنصاري. وجه الذي ذكره السيد الأستاذ رحمه الله وأنه هذه الروايات جميع هذه الروايات لا تدل على حدوث مصلحة في العمل في الفعل، هذا لا تدل على ذلك، بل لا إشعار فيها بأنه يحدث مصلحة في العمل في الفعل. فما دام لم يكن حدوث مصلحة في الفعل فلا وجه للقول بالاستحباب، لأن متعلق خلاصة الأحكام لابد فيه مصلحة، إما مصلحة لازمة وإما مصلحة غير لازمة، لابد من وجود المصلحة.
فإذا لم تدل على وجود المصلحة في الفعل حدوث المصلحة في الفعل في العمل فهذا بأي وجه يقال بأنه هذا العمل يكون مستحبا فهذه الروايات لا تدل على ذلك فلا بد من القول بالإرشادية أنه إرشاد إلى حكم الأمر فباحتمال الأمر هذا ما ذكره السيد رحمه الله. خب ما ذكره قدس سره متين بأنه لا بد من وجود المصلحة في متعلق الأحكام لا أن متعلق الأحكام خال عن المصلحة هذا واضح. وعدم دلالة هذه الروايات على أنه لا تدل على وجود حدوث المصلحة في الفعل هذا أيضا واضح. هذه الروايات ليس فيها دلالة على ذلك أنه هذه الروايات تدل على حدوث المصلحة في العمل في الفعل هذا أيضا لا تدل على ذلك هذا أيضا واضح. ولكن يقال يمكن أن يقال يناقش هذا الكلام بأنه هذا لا تدل على عدم خلاصة ثبوت الاستحباب في العمل الذي ورد فيه خبر ضعيف وذلك لأنه وجود المصلحة في الفعل هذا لا يكون في جميع الموارد قد يكون المصلحة في نفس العمل يعني في السلوك بالأمر المصلحة السلوكية هو قائل به نفس السيد رحمه الله أيضا يقول بذلك بأنه قد يكون المصلحة في نفس السلوك في نفس مثلا الأمر بذلك فهنا يمكن أن يقال هذه الروايات يمكن استفادة ذلك منها في سلوك هذا الخلاصة العمل الذي بلغ عليه الثواب سمع منه الثواب الاستحباب العمل بهذا الخلاصة السلوك هذا الأمر يكون فيه مصلحة وأنه وجود المصلحة في سلوك هذا الأمر وذلك المصلحة أي شيء يمكن أن يكون تحفظاً على المستحبات المستحبات أمور جليلة ويمكن بالمستحبات إنسان يقع بمقامات عالية يعني أكثر من الواجبات حتى ورد في بعض الروايات يجعلك مثلي حتى تجعلك مثلي بالمستحبات مقام عظيم في المستحبات فتحفظاً على أنه الاتيان بالمستحبات يمكن هذا يكون تشويقاً يعني هذه الروايات لا يكون إلا تشويقاً لهذا يقولون بأن هذه الروايات موجباً للتشويق بأنه يأتي بالمستحب إذا سمع مستحباً يأتي بالمستحب وهذا يكون موجباً للتحفظ على المستحبات هذا وثانياً الاهتمام بالمستحبات لعل المكلف يقول الذي يكون فيه إغاب تركه الواجبات أو اتيان بالمحرمات هذا فيه إغاب لكن في المستحبات ليس فيه إغاب شيء فلا يلزم إنسان الاتيان به لا يأتني به فبالنسبة إلى هذا الخلاصة الأمر يعني اعتناء المكلفين بالمستحبات أيضا يمكن يكون هذه الروايات في مقام بيان هذا والظاهر من هذه الروايات أيضا تشويق هذه الروايات يقولون كل الظاهر من الخلاصة القائلين بذلك يقول هذه الروايات في مقام الترغيب والتشويق بأنه يأتي المكلف بالمستحب وإن كان لم يقل به رسول الله في آخره جاء وإن لم يقل النبي صلى الله عليه وآله بذلك ذلك الأمر أو لم يكن حديث كما ورد كما يقال الحديث لم يكن كما قيل كما ورد على كل فلا الظاهر أنه هذه الروايات ورد في مقام الترغيب والتشويق
يفيد من هذه الروايات يستفاد أنه يكون العمل بها من باب خلاصة المصلحة في السلوك، وأنه تحفظاً على المستحبات، حتى المستحبات لا يضيع ولا يزول على هذا، واعتناء المكلف بالمستحبات من هذه الجهة يمكن أن يقال بأنه نعم يوجب حدوث المصلحة. هذه الروايات وإن لم يكون موجبا لا تكون موجبة لحدوث المصلحة في المتعلق، ولكن هذا تدل هذه الروايات على حدوث المصلحة في السلوك بالخلاصة في هذه الموارد. فبناء على هذا لا بأس بالقول بأنه يكون هذه الروايات تدل على الحكم المولوي، وأنه ليس إرشادا فقط بل يكون موجبا للاستحباب، تدل على الاستحباب، يعني استحباب من جهة السلوک. ما قائل باشیم اخبار منقلق جعل مصلحت در سلوک بر طبق خبر ضعیف بود. بله. اگه اینجا قبول کردید در حجیت امارات ظنیه هم باید مسئله سلوکی حالا در حالی که آقای خویی همونجا میگه این استحاله داره، حضرت علی قائل به استحالهش اونجا فرق میکنه با چرا مصلحت سلوکی رو ایشون قبول داره. علی کل حال فبناء علی ذلك أنه هذا الوجه ظاهرا غير تام ويمكن القول بالجعل الاستحباب بهذه الأخبار الضعيفة ولو كانت ضعيفة من باب الحكم المولوي، إنشاء لجعل الحكم لا إرشادا كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى كلام السيد رحمه الله. وأما كلام بعض الأعاظم بأنه هذا أم دائر بين أن يقال بأن هذه الروايات تدل على الإرشاد أو تدل على جعل الحكم إنشاء لخلاصة ثبوت الاستحباب، وبما أنه لم يحرز أنه للخلاصة الجعل يحتاج إلى إحراز الجعل. إذا لم يحرز الجعل ولم يمكن إحرازه لابد من القول بالإرشاد. الإرشاد قدر المتيقن، أما أن يكون هنا أحكام جعلية الجعل يحتاج إلى الإحراز، وما دام لم يحرز أنه هذه الروايات في مقام الجعل فيحمل على الإرشاد. هذا الذي ذكره أيضا هذا بعيد الترديد في ذلك، نفس الترديد أيضا بعيد. أولا بأنه من يقول بالجعل يقول استظهار من الروايات استظهار الحجية، لا أنه محل الترديد. الاستظهار لا يوجب يعني موجب عدم الترديد، هنا ليس ترديد بحسب المقام الإثبات، ليس هنا ترديد بل استظهار كما ذكرنا من صاحب الكفاية وجماعة قالوا بأنه هذا استظهار الجعل، ومع الاستظهار هذا لا يأتي الترديد في ذلك أن يكون بنحو الإرشاد أو بنحو الجعل. هذا أولا. ثانيا بأنه بعدما أكثر الأصحاب كما قلنا أنه هذه القاعدة قاعدة مشهور بين الأصحاب بأنه يقولون بحجية الخبر الواحد، خبر الضعيف كالمستحبات، وكثير من الخلاصة أصحاب يقولون لا تدل على جعل الحجية وإثبات الحجية للخلاصة الفعل الذي دل عليه خبر الخلاصة الضعيف، وإن كان الخبر لا يكون حجة ولكن هذا يثبت الاستحباب. فبناء على ذلك أكثر الأصحاب فهموا من هذه الروايات أنه تدل على استحباب الفعل، لأنك كما قلنا هم قائلين بالقول الأول هم قائلون بالقول الثاني وهم القائلون بالقول الثالث جميعا تقولون بأنه الاستحباب يثبت بهذه الرواية. وبعد هذه الخلاصة أصحاب يقولون بذلك نحن نتردد بين أن يكون هذا ترديد. نعم ترديد، فهم الأصحاب لا يكون دليلا،
ولكن هذا موجب للبعد عن هذا الترديد. هذا الترديد نادر بعيد عن هذه الرواية. فعلى كل كما ذكرنا هذا الوجه هم غير تام. المهم أنه نقول استظهار بعد الاستظهار، هذا الترديد هذا لا محل له. ويؤيد هذا الاستظهار جميع هذه الأصحاب، أكثر الأصحاب جميع هذه إلا قليل يقولون بأنه إرشاد، ولا أكثر الأصحاب يقولون بأنه جعل، وأقلا جعل الاستحباب الفعل، وإن كان الاستحباب مقيدا بأنه يكون بخلاصة طلب قول النبي يا بالتماس الصواب، فهذا الترديد في نفسه بعيد. على كل فكما ذكرنا الأقوى من هذه الروايات كما ذكرنا مفاد الروايات إثبات الخلاصة استحباب، وأنه يكون مفاد الروايات استحباب الفعل العمل الذي ورد عليه خبر ضعيف. هذا حصول الترديد بناء على حصول الترديد أمر على المولوية بعد يحمل اصل اول بناء على مولویه حصول الترديد تردید، ولی بالمولویه اكو تردید، ولكن يقول قدر المتيقن الارشاد. هذا محل بله اصل در مقنن و قانونگذار شارع قانونگذاره. اصل در مقنن این است که داره قانون میذاره و شارع هم که اصل اولش در شارعیت هستش، این چه از لحاظ حیث شارعیت صحيح الاصل هذا، لكن يقول الآن في هذا المكان دوران بين أن يكون هو اسم قانون، يعني جعل شيئا أو لم يجعل شيئا، لابد إحراز، لابد إحراز الجعل، لابد إحراز الجعل. أصل کجا؟ اصل نداریم که، اصل نداریم. على كل فهذا أيضا تردید ثبوتا قبول کردید، اثباتا گفتید دلیل نداره، درسته؟ چون استثار خلافشه. آره گفتیم استثار خلافشه، این عمده دلیله. آره. خب هذا مقام الثاني. اما مقام الثالث قلنا تنبيهات هذه القاعدة. في تنبيهات هذه القاعدة نذكر من جهتين. الجهة الأولى من جهة ثمرات التي يكون بين هذه الأقوال، ثمرات التي ترد على بين هذه الأقوال. قلنا الأقوال المهمة في هذه القاعدة التسامح هي 4. القول الأول أنه يكون تدل على حجية الخبر، خبر الضعيف، هذا قول المشهور نسب إلى المشهور. القول الثاني أنه استحباب الفعل، كثير من الأكابر من المحققين قالوا بذلك، وهذا أيضا نسب إلى المشهور كما في كلام المحقق النائي يقول المشهور هذا هو كلام صاحب الكفاية. والقول الثالث أنه نعم استحباب الفعل لكن مقيدا بالتماس الصواب وطلب قول النبي، هذا ثالث. الرابع أنه لا تدل على الإرشاد. خب الثمر بين هذه الأقوال أولا في فتوى الفقيه، إذا فقيه يريد أن يفتي، إذا أراد أن يفتي بناء على القول الأول على حجية الخبر الضعيف، هذا واضح. إذا أنه الفقيه يعتبر أن الخبر الضعيف هذا حجة صحيح، فيجوز له الإفتاء بالاستحباب. يقول أنه هذا إذا دل خبر ضعيف على عمل يفتي باستحباب العمل، وأنه هذا العمل مستحب، لأن الدليل عنده دليل حجة عنده كحجية خبر المعتبر، كما أن الخبر المعتبر إذا قامت على عملين يفتي على تبعه بأنه هذا العمل مثلا هذا صحيح واجب ومستحب. خبر الضعيف أيضا هكذا، لأن الخبر الضعيف عنده حجة فيفتي على تبعه مثل سائر الأمارات.
و اما بناء علی هذا القول بناء علی القول الاخیر ایضا واضح، یعنی بناء علی القول الاخیر بانه ارشاد لا تدل علی استحباب ولا علی حجیت خبر ضعیف ولا استحباب العمل لا مطلقا ولا مقیدا بل ارشاد به حکم العقل و تدل علی ارشادیه و الانقیاد حکم العقل بناء علی ذلك لا يجوز له الحكم بالافتاء بالاستحباب لأنه لا يكون ثابتا عنده الاستحباب صحيح فقط بالانقياد رجاء كما أنه كثيرا ما في مسائل سيد الأستاذ يقول في المستحبات والمكروهات هذا رجاء ليس فيه دليل ضعيف مثلا في هذه الموارد فيقول رجاء من باب الانقياد از این باب از باب ارشاد. علیکم السلام و رحمت الله. هذا بناء على قول الرابع و اما بناء على القول الثاني و الثالث بناء على القول الثاني و الثالث هذا يرد محل الكلام انه بناء على القول الثالث اولا قول الثالث يقول استحباب الفعل مقیداً بالالتماس طلب خلاص قول النبی یا التماس الثواب هذا يجوز الافتاء بالاستحباب مطلقا او لا الظاهر انه لا يجوز الفقيه يفتي بالاستحباب مطلقا لانه مقید هذا بالتماس الخلاص الثواب یا به طلب قول النبی لابد من أن يذكر الخلاصة القيد أيضا يقول مستحب بهذا القيد القيد لابد أن يذكر يقول الاستحباب هذا ثابت في هذا العمل ولكن المقلد لابد أن يأتي بهذا الفعل بعنوان خلاصة الثواب رجاء الثواب يا التماس الثواب يا التماس قول الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله هذا مقيد لأن المطلق لا يكون مستحبا لابد أن يذكر القيد أيضا وهذا أول وثانيا قيد آخر وأنه بلوغ لابد أن يصل إليه الخبر من سمع الخبر يا وصل بلغ إليه هذا يثبت الثواب يثبت الاستحباب مع كونه التماسا من سمع أو بلغ إليه الخبر هذا يجوز فيه يثبت عنده استحباب العمل أما من لم يبلغ إليه الخبر ولم يسمع الخبر هذا لا يثبت عليه الاستحباب هذا قيد للموضوع متعلق مقيد بالالتماس موضوع هم مقيد بالبلوغ موضوع هم لابد مقيد لابد من وجود القيد في الموضوع مثل من جاء مثلا من استطاع فيجب عليه الحج من استطاع لا يكون الحج واجبا لكل أحد إنما يكون مقيدا موضوعه مقيد من مستطيع يجب عليه الحج هذا أيضا من بلغ إليه أو سمع شيئا من الثواب هذا يستحب له مع الالتماس مع الخلاصة في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل حسنا نقول خب بناء على هذا الأمر لابد من يتحقق موضوع هم يتحقق إذا بلغ إليه هذا الشخص الثواب فحينئذ ويثبت عنده فعل يعني مستحب بقيد التماس للثواب أو طلب النبي فقيدان لازم أن يكون هنا قيد الطلب وقيد البلوغ أيضا لابد أن يبلغ إليه قد يقال أنه لا بما أنه وصل إلى الفقيه هذا فقيه وصل إليه بلغ إلى هذا الخلاصة قول النبي وصل إليه الخبر هذا يكفي ويمكن أن يفتي بما وصل إليه
هذا يثبت لغيره أيضا لما ذكروا وأشار إليه بعضهم قالوا لأن كل الأحكام المكلفين مصاب في الأحكام خلاصة لكل ليس مكلف مقيد بمكلف حكم الأحكام مصاب لجميع الأحكام لجميع المكلفين هنا أيضا هكذا يقول أنه بما أنه ثبت للفقيه هذا الاستحباب فقيه وصل إليه أنه هذا الخبر خبر ضعيف وصل إليه سمع هذا فلا فرق بينه وبين سائر الأفراد فيثبت بالنسبة إلى غيره أيضا هذا الاستحباب فهذا الخلاصة اسمه موضوع يتحقق هذا محل الإشكال لأنه مثل الاستطاعة إذا موضوع كان مقيدا تقييد الموضوع غير الخلاصة تساوي في جميع الأحكام نعم بعض الأحكام ليس موضوعه مشروطا بشيء الموضوع إذا لم يكن مشروطا بشيء كالصلاة مثلا نسبة جميع الأحكام جميع المكلفين أما إذا كان الحكم متعلقا بموضوع معين مشروط لابد أن يتحقق هذا الخلاصة شرط بالنسبة إلى هذا القيد مثل الحج مثلا حج هذا لا يكون واجبا على جميع المكلفين بل واجب على المستطيع فقط هنا أيضا هكذا فبناء على هذا لابد حينئذ إذا وصل إليه الخبر بلغ إليه الخبر مكلف يجوز الفتوى بالنسبة إليه بأنه هذا مستحب مع القيد الالتماس أيضا صحيح إذا كان ملتمسا يجوز إذا لم يصل إليه لا يجوز له الفتوى بذلك إلا أن الفقيه يذكر الخبر أيضا يقول أنه يفتي بأن هذا العمل مستحب مقيدا بالتماس الخلاصة ثواب طلب قول النبي بواسطة الخبر الذي ورد في هذا المقام يذكر الخبر حتى هذا الخبر يصل إلى المكلف أيضا يعني مكلف مقلد أيضا يسمع الخبر وإن لم يذكر نفس الخبر يقول إجمالا أنه بما أنه وصل الخبر فحينئذ يكون مستحب إذا يذكر الخبر ويكون القيد أيضا مذكورا فحينئذ يمكن أن يفتي باستحباب الفتوى باستحباب العمل الذي ورد عليه خبر ضعيف ولكن بما أنه بلغ عليه الخبر في فتوى لابد أن يقيد بأنه مستحب بما أنه بلغ عليه الخبر يمكن أن يكون مستحب لغير الخبر أيضا لكن يقيد بأنه بما وصل إليه الخبر فنحكم بالاستحباب يفتي بالاستحباب بقيد به من چه؟ بکنه دیمه اون که نمیگه اصلا قائل نیست به استحباب اون که قائله باید بگه باید و قائله به اینه که چیزه همه اینا که قائلن باید بگن نه که به استحباب تنها هستن بالنيابة لا يمكن يعني وصول الفقيه والفقيه يجري الاستصحاب من النيابة يجري على يمكن بنيابة عن الاستطاعة كما في الاستصحاب نه بالنسبة إلى الاستطاعة يمكن هنا أيضا هكذا لا ما كن نيابة هنا ما كن نيابة هذا إفتاء ما كن نيابة لابد أن يتحقق موضوع يتحقق حتى يصح الإفتاء على كل فهذا أيضا واضح أما بالنسبة إلى إذا قلنا بالقول الثاني القول الثاني هو أن يكون استحباب نفس الفعل هذه الروايات تدل على استحباب نفس الفعل فاستحباب نفس الفعل القيد الثاني ملازم قيد الأول يعني بالالتماس هذا لا يحتاج إلى يقيد بالالتماس أو طلب قول النبي لكن الموضوع لابد أن يحرز بالنسبة إلى نفس الخلاصة جسمه بالنسبة إلى المقلد يعني يذكر
الفقيه أنه هذا مستحب مع بلوغ الخبر، مع أنه بلغ إليه الخبر، وإلا إذا لم يبلغ عليه الخبر هذا لا يكون دليلا بالنسبة إلى المقلد. المقلد هذا لا يثبت عنده الاستحباب. الاستحباب خلاصة يثبت عنده بقيد أنه إذا ذكر في إفتائه بأنه بما أنه بلغ عليه الخبر فإني أفتي بذلك، فحينئذ نعم يجوز ذلك. هذا فرق بين هذه الأقوال التي ذكرناها. إن شاء الله تعالى بقية الفروق بين هذه الأقوال في الجلسات الآتية، والحمد لله رب العالمين.